فني النهارده يا كابتن بركات. والله طبعا احنا المفروض النهارده احنا كنا بنلعب يعني بثلاثه في خط النص، سواء احمد حسن وحسام عاشور وعبد الله فاروق. وكان المفروض ان انا بلعب انا وابو تريكه تحت عماد متعب. نعم. انما طبعا يمكن ابو تريكه كان بيلعب تحته والمنطقه بتاعت القلب شويه. يمكن انا كنت بيبقى مطلوب مني ان انا اتطرف العب في المساحه اللي هي بتبقى بتاعت احمد غانم، لان طبعا انت عارف احمد دايما بتبقى الحته ديت فاضيه. بيبقى مثلا احنا واخدين متفرجين على الزمالك كتير، بنبقى عارفين ان احمد بيهاجم كتير، فكنا بنلعب على ان انا ابقى موجود في الحته دهيت، والهجمات المرتده بتاعتنا نعملها من الحته دهيت. واعتقد يمكن حتى الجون الثاني، يمكن لو رجعنا للجون الثاني اللي تعادلنا بيه برضه اعتقد يعني كان باين مظبوط حسن عمل لي كوره من ورا احمد غانم كويسه. نعم. قدرت ان انا اعدي، ويمكن حاولت احطها، ابو واحد شالها يجي عماد من ورا، يعني هو ده الحته اللي احنا كنا بنلعب عليها. نعم. بين الشوطين في خلال فتره الاستراحه، هل كان في تغيير في التعليمات او تجديد للتعليمات من الكابتن حسام البدري؟ والله لا، يعني هو طبعا كابتن حسام قال لك ان احنا عندنا اخطاء المفروض ان احنا ما نقعش فيها، يعني كلاعيبه كبيره المفروض ان كل واحد يبقى شايف الكوره، شايف اللعيب اللي في ظهره. يعني احنا برضه الجون الثاني اللي دخل فينا ما ينفعش احنا كنا واقفين والكوره في ظهرنا. يعني الحاجات الصغيره ديت لازم نعدلها. وطبعا هستاذنك يا كابتن خالد دلوقتي لان الاتوبيس هيطلع، فطبعا ما هضطر اسيب التليفون. هو الموبايل مش بتاعك؟ ها يا خساره. خد الاتوبيس اللي بعده يا بركات. قطع الخط. طب نشكر